وازيكم في حلقة جديدة من ايه اللي هيحصل. النهاردة هنتكلم عن ايه اللي هيحصل لو النت قطع او وقف بكرة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشير على كل صفحات السوشيال ميديا عشان تدعمونا عشان ننزل لكم كونتنت اكتر. تخيل بقى يا عزيزي المشاهد انك تصحى من النوم، تفتح موبايلك ومرة واحدة تلاقي الانترنت مش شغال، تحاول تفتح واتساب، جوجل، حتى فيسبوك، مش لاقي اي حاجة شغالة معاه. ايه بقى اللي هيحصل ساعتها؟ وازاي ممكن حياتنا تتقلب رأسا على عقب بسبب الانترنت؟ الانترنت يا عزيزي المشاهد بقى جزء لا يتجزأ من حياتنا. التواصل مع الناس وشغلنا حتى المواصلات كله بيعتمد عليه. لكن لو الانترنت وقف فجأة، اول حاجة هتحس بيها هي العزلة. مش هتعرف تبعت رسالة، تتصل بأي حد على الانترنت، ولا حتى هتعرف تشوف الاخبار. الناس اللي اتعودت تبقى اونلاين طول الوقت هتحس بفراغ غريب. وتاني حاجة يا عزيزي المشاهد هي فلوسك. احنا دلوقتي متعودين على التحويلات البنكية والدفع الاونلاين، وحتى الاي تي ام بتشتغل بالانترنت. لو دول وقفوا كل حاجة هتقف، وساعتها بقى هنرجع ندفع كاش اللي اغلبنا مش بيحبه. وبرضه يا عزيزي المشاهد الشركات اللي بتعتمد على الانترنت هتواجه ازمة رهيبة جدا، وبرضه المحلات اللي بتبيع اونلاين مش هتعرف تبيع، وبرضه المطاعم مش هتعرف توصل الطلبات. والمصيبة الاكبر البنوك الكبيرة او شركات الاتصالات لو اتأثروا الاقتصاد بتاع اي دولة هيبقى في كارثة عظمى. وبرضه في حاجة كمان، السفر، زي مثلا السفر بالطيران بيعتمد اعتماد تام على الانترنت في الحجوزات والتواصل مع المطارات الكبرى. حتى المواصلات اللي زي اوبر وكريم هتقف، وبرضه المواصلات اللي فيها سيستم الكتروني زي اوبر وكريم والحاجات دي كلها ممكن تتأثر كمان. الانترنت يا عزيزي المشاهد مش للترفيه وبس او الشغل كمان، هو كمان بيشغل حاجات حيوية زي المستشفيات مثلا اللي بتعتمد على الانترنت عشان تسيف بيانات المرضى، وبرضه الاجهزة الطبية والتواصل بين الاطباء. من غير الانترنت الناس او المرضى اللي في المستشفيات حياتهم هتبقى في خطر كبير جدا. وبرضه شبكات الكهرباء كمان معتمدة على الانترنت. لو الانترنت وقف ممكن الكهرباء تتقطع. تخيل بقى معايا تعيش من غير كهرباء وانترنت، مصيبة سودة. خلونا بقى نخش في تفاصيل جد. طيب محدش سأل نفسه ايه السبب اللي ممكن يخلي الانترنت يقف؟ تعال انا اقولك. اول حاجة وبالصلاة على النبي، هجمات الكترونية، زي مثلا مجموعة من الهاكرز قرروا يهاجموا السيرفرات الكبرى او الكابلات الكبيرة جدا اللي متوصلة ما بين القارات تحت البحر، يخلي الانترنت يتقطع. تاني حاجة عاصفة شمسية. وايه هي العاصفات الشمسية؟ لو حصلت انفجارات شمسية قوية ده ممكن يأثر على الأقمار الصناعية اللي موجودة بره الكرة الأرضية ويسبب الانترنت برضو يتقطع. مثلا حاجة تالتة، ضربات كهرومغناطيسية او المصطلح بتاعها EMP، مثلا زي ما انتوا بتشوفوا في الافلام الخيالية. لو حصل هجوم بنبضات EMP ده هيعطل كل الأجهزة الإلكترونية والإنترنت. لو الإنترنت وقف لمدة طويلة المجتمع اللي حوالينا هيواجه مشاكل كبيرة جدا، وأولها طبعا الناس مش هتعرف تتواصل ببعضيها، كل الشغلانات أو الأشغال هتقف، الأكل والموارد هتبقى صعبة توصل للناس، وساعتها ده بقى ممكن يودي المجتمع لحالة من الفوضى. الناس هتبدأ تخزن أكل ومية، وفي ناس تانية طبعا هتبدأ تدور على طرق بديلة للنجاة. والمصيبة الأكبر بالنسبة لي أنا، هتلاقي انتشار كبير جدا للإشاعات وسط الناس عشان الناس مش هتعرف تتأكد من أي خبر، وده هيزود التوتر والقلق وسط الناس. كفاية قلق لحد هنا بقى، صح؟ تعال بقى اقولك الحل. احنا محتاجين نكون مستعدين لأي سيناريو. اولهم لازم يبقى فيه خطط طوارئ عشان الناس تعرف تتواصل مع بعضيها من غير الانترنت. وبرضو الحكومات والشركات الكبرى لازم يكون عندهم نسخ احتياطية للبيانات وطرق بديلة لتشغيل البيانات او الخدمات بمعنى اصح. والاهم من ده كله ان الناس تعرف تعتمد شوية على نفسها بدل ما هي معتمدة اعتماد كامل على الانترنت. فكر كده معايا يا عزيزي المشاهد، لو الانترنت اختفى بكره انت شخصيا هتتصرف ازاي؟ شاركنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب للصفحة عشان نفضل معاك حتى لو الانترنت شغال او لا. وبكده يا عزيزي المشاهد خلصنا حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتشير على كل صفحات السوشيال ميديا، ودعمنا عشان ننزل لكم كونتنتس اكتر. يلا سلام.